السلام عليكم، مرحبا بكم عند عالمنا المتنوع. اليوم جبت لكم توم عاصمي جزائري تقليدي بالدجاج، بالصدر تاع الدجاج فوالا على قانيه، وما نديرلو حتى اضافات، نديرو كي صحاب زمان كما ديرو يما. جبته لكم سوا هكذا، وان شاء الله يعجبكم ونعطيكم السر باش المرقه تولي خاتره هكذا بلا ما ديرو حتى اضافات. يلا بينا بسم الله. جبت مغرفه تاع الزبده ومغرفه تاع الزيت، انا ما نديرش بزاف زيت، هذا واش درت مغرفه كبيره تاع الزبده وزدت مغرفه تاع الزيت وحط الدجاج. نتوما حطوا واش عندكم، نخلوه يبدا يتقلى بلا عقل، ماشي يغلي، يبدا يتقلى. نقصي الفرن وخليه يتقلى. كي تدخلوا القليه نتاع الدجاج ديري حبه بصله، نخلوها حتى تدبال. من بعد نديرو مغرفه ملح، نزيدو زنجبيل، ونزيدو له فلفل كحل وشويه قرفه، هذا ما كان. واللي عندها كركم دير. خليناه يتقلاو كلش. دركا واش نديرو، نروحو نجيبو هذاك الصدر تاع الدجاج رحيتو في اشواغ، نزيدلو 2 بغارف تاع لا شابلور، نزيدلو شويه فلفل كحل، فلفل اسود يعني، شويه زنجبيل، ونزيد لها شويه على راس مغرفه كمون، وهذه اختياري، انا نحب الكمون. ونديرلو المعدنوس ودرتلو الثوم، ونديرلو قسم مغرفه صغيره تاع البيض، حركوها مليح. ديرو هذا واش ديرو بون، تخلطي مليح باش ما يتفتتلكش في لاصوص هكذا. خلطي بيان. بعد ما نخلط نجي لعند بون نعاودو نولو بون. بعد ما تقلى الدجاج والبصل كامل نروح نزيدلو الماء، زدتلو ميم با ليطرا ما، 2 كيسان وشويه، هذا ما كان. دوك نجيبو الطبسي نديرولو فارينه، نديرو لي بولات فوالا. نروحو نديرو لي بولات صغار، تحبو توزنوهم تحبو عينيكم هي ميزانكم فوالا. ديجا شتو لي بولات كي تمرمدوهم في الفارينه، كي تروحي تقليهم وديريهم في المرقه، هادوك اللي يطلقوا لاصوص يخلوها خضره، فهمتوني؟ هذا هو السر باش يخلي المرقه خضره فوالا. نديروها في نمرمدوهم في الفارينه. كي نشوفو بليك الدجاج راهو طاب في لاصوص نروحو نقلو، دخلو طياب، نروحو نبداو نقليو هادوك لي بولات فوالا. هاي الحميصه نسيت ما قلت لكمش دخلت لها الحميصه. شوفوا الماقه نخلوها حتى تختار، شوفوا كش ولات. نروحو نبداو ندخلو لها هادوك لي بولات فوالا. ولي بولات كي تقلاو يعطو انغو، يعني يعطو طعم المتوم، يجي بنين. في الاخير طاب درتلو معدنوس، وهذا هو المتوم تاعنا البيض بالمرقه بيضاء بالحميصه والدجاج. دمتم في رعايه الله، مع السلامه، ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، مع السلامه.